نادي الزمالك بينسحب من كاس السوبر اللي كان المفروض هيتلعب قدام النادي الاهلي يوم الجمعه بعد يومين بالظبط. تعال احكي لك القصه من اولها لاخرها وايه الاسباب اللي ادت لانسحاب نادي الزمالك. القصه كلها ابتدت لما توقع عقوبه على كهربا 12 مباراه بسبب الفيديو اللي عمله في مباراه الاهلي والزمالك لما اساء لنادي الزمالك. نادي الزمالك كان مستني ان قرار كهربا يتوقف يبقى في مباراه الدوري ومباراه السوبر، على اساس ان القرار بيسري على اي مباراه ينظمها اتحاد الكره المصري. النادي الاهلي بقى كان عمل حركه صايعه قوي الصراحه، لما عمل رفع قضيه ببطلان لجنه الانضباط اساسا، مش يستأنف على القرار. فالنهارده اتحاد الكوره طلع بيان قال لك ان بسبب الدعوه القضائيه اللي رفعها النادي الاهلي بالبطلان لجنه الانضباط ان القرار اتوقف، وان مفيش حتى ولا استئناف ولا اي حاجه غير لما يتم الحكم في شرعيه لجنه الانضباط. طبعا نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور ما عجبوش الوضع ده خالص، وقرر الانسحاب النهارده من بطوله كاس السوبر. نادي الزمالك بيعتمد على ايه؟ نادي الزمالك بيعتمد ان الكابتن المستشار عادل الشرباجي طلع قبل كده مع الاعلامي هاني حتحوت وقال لك ان اللاعب الموقوف مهما تم عمل استئناف عليه الحكم بتاعه ما بيتشالش. وكان قبل كده المستشار عادل الشرباجي بعت رساله لنادي الزمالك بخصوص امام عاشور، قال له حتى لو عملته استئناف اللاعب الايقاف مش هيتشال. انت ايه رايك في الموضوع؟ ايه رايك ان نادي الزمالك انسحب وهل عنده حق ولا لا كان لازم يلعب كاس السوبر؟